قولي لك حالتين في الحاله الدفاعيه واختم لك بالجول بسرعه. يلا. حذرنا كتير يا هيما ان مشكله النادي الاهلي في الفتره الاخيره اكتر حاجه بتهدده الضربات الثابته. كمان وقعت مع فرقه بتجيد الضربات الثابته. ماشي. مش معقول يا هيما يكون فاول من نص الملعب زي ما انت شايف يشكل خطوره على الاهلي بالمنظر ده، واتنين بس يا جماعه اللي بينفذوه. يعني الكرة بتتعمل، امشي الصوره اللي بعديها، اتنين اللي في الحاله الهجوميه، محفوظ وسامبو ودي، اتنين في حاله هجوميه يا هيما تقوم متريحه. الراجل لولا مصطفى شوبير اللي هو من نجوم المباراه تصدى ليها على طريقه نوير، طالع قافل بايده ورجله وفارد جسمه كله عشان يسد اكبر حيز يقدر عليه، خبطت في بطنه الحمد لله وطلعت. يعني لو اتنين بس يا جماعه بينفذوا الضربه الثابته فكرك بايه؟ نفس القصه، هي نفس الكوره، فاول بتتلعب على القايم البعيد بتتريح، بس هنا بيراميدز حطها في الجول، والراجل اللي جاي من هنا بتتلعب له، هو اللي الراجل ده اخطر حاجه على الاهلي في ماتش الاياب، لان دي اقوى نقطه اصلا عند الوداد. خلاص. طب اللي بعديها يا هيما الكره اللي بتاعت يحيى عطيه الله من نص الملعب، انا جايبها لك من الكادر من ورا اهو، نص خط النص اهو باين. الفاول بيتلعب من يحيى عطيه الله. معقول يا جماعه الكوره 4 اسود من الوداد ولا واحد من الاهلي طالع من على الارض؟ دي الكره خبطت في القايم ولا اتردت للراجل امين فرحان السنتر باك اللي طالع، حب يدخلها اللعب، قلشت من على راسه راحت لبره، اتعملت بالعرض، لا دي اتشاطت على الجول، مصطفى شوبير بالعكسيه بيطلعها، ثم محمد هاني بعد كده قام مشتتها قبل ما تنزل من فوق. فضربات ثابته. الجول الاخير اللي انت كنت بتسال عليه، شوف يا هيما، هي الناس زعلانه بس وهي معاها حق شويه في تاخر مارسيل كولر في التبديلات. انا وجهه نظري بس هو اتاخر بالتحديد على حمدي فتحي. حمدي بدنيا مش قادر خلاص. اولا ده الجول اللي دخل في الاهلي بالمناسبه، الكره كانت في رجلك وانت اللي بتحضر من مصطفى شوبير ثم محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم حط الكره لعلي معلول اتضغط عليه من اوناجم، حط في ظهره، خدمت الاهلي مره ان اوناجم اتزحلق وراحت بالعرض لمين؟ لعلي معلول. بس للاسف هنا علي معلول، بس ما اقدرش التمس لعلي معلول، لعيب بحجم علي معلول ولعب كاس عالم مع منتخب تونس، ان مش معنى ان هي جات لك على يمينك تعمل التمريره الساذجه دي، لانها جات لك على يمينك هنا قمت مشتت في العمق. بس انا عايز اقف هنا، الاربعه بتوع الخط الخلفي واقفين على خط واحد ثم الاثنين، حمدي مش موجود في الصوره خالص لانه منهار بدنيا. حمدي خياله يا هيما هو اللي باين في ارض الملعب، جاي من هنا، اللي بيدوس على الكوره ده يحيى جبران. متخيل اللعيب رقم 6 بتاع الوداد وصل وضغط وجاب الكوره وحطها على صدره ونزلت على الارض ومفيش قدامه غير مروان وديانج، اتحطت فتح اللعب ناحيه اليمين عند اوناجم، جاي له من ورا، لحظه يا شباب، جاي له من ورا ايوب العملود، اوناجم لمسه واحده لايوب العملود، اخذ بسرعته محمد عبد المنعم. لا ارجع للصوره اللي فاتت معلش. حمدي فتحي بدأ يبان لكنه برضه متأخر. ليه؟ لأن اللي هيجيب الجول الراجل اللي شبه داخل قوس ال 18. ماشي. اخذ محمد عبد المنعم بسرعته، ايوب العملود عملها بالعرض لورا، ياسر باع نفسه، حاول يسد اكبر حيز يقدر يملاه. حمدي كان وصل لخط ال 18 لكن كان في من خط ال 18 لنقطه البينالتي الراجل كان سدد ونجح انه يسجل هدف الوداد. فاذا اربطه برضو بالكلام اللي انا قلته، مهم جدا وان وانت بتهاجم تكون بتفكر في النواحي الدفاعيه. مهم جدا ان انت بتفكر وانت تجيب جول على راسي من فوق، لكن زي ما قلت لك البحث عن هيفي سكور انك تجيب الثالث خلاك تدفع الثمن ان والكوره في رجلك دخل فيك جول. فلازم يبقى عندك حرص شديد جدا 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 في مباراه العوده. زيزو، انا عايز الجول مره تانية، وعايز بس يعني ممكن يبتدي من الحالات بتاعته وبعدين يجيب الفريمات بتاع تامر يا ريت. يلا في الجول بتاع الوداد الثاني، عشان عايز اوجه شويه رسائل كتيره هي اللي بتساوي البطوله. في الجول ولا يلا كوره؟ ده انت اخر اليوم كده. على فكره انت امبارح اتريقت على عمر، قلت له لو قلت الافيه تاني ماشي هسحقك. طب